محمد حميد إلى أيوب مودن، يضغط وليد على أيوب، تمريرة أمامية قصيرة قطعت من محمد سادات، تمريرة إلى دوحي والمتابعة، جول 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 جول. نادي النفط، نادي النفط هو من يتقدم، وعن طريق ستار ياسين الذي تابع الكرة التي بعدها محمد حميد، وستار ياسين بالمتابعة ويضعها في المرمى، يضع كرة الهدف الأول لمصلحة نادي النفط. نعم في مكان سليم كان ستار ياسين، واكمل الكرة في الشباك بالرغم من محاولة محمد حميد الذي ابعد الكرة، لكن متابعة من اللاعب ستار ياسين ومحمد حميد بالرغم من لمس الكرة، لكن لم تكن اللمسة كافية لإبعاد كرة الهدف الأول لمصلحة نادي النفط. نادي النفط يفاجئ فريق القرمة، يفاجئ صقور الغربية هنا في ملعبهم في ميدانهم أمام أنظار الجماهير بهدف ستار ياسين، ورقصة جميلة احتفالا بهذا الهدف، هدف أول لمصلحة فريق النفط في الدقيقة 41 لمصلحة نادي النفط. هنا أبو حشيش يلعب الأموري، مرت على أموري والإبعاد من أنجي جويل، من جديد إلى كرار عامر. هل نشاهد عودة سريعة؟ هل نشاهد عودة سريعة لفريق القرمة؟ هنا إبعاد الكرة من سيف كريم، هدف في وقت صعب جدا من الشوط الأول. نعم يحاول المرور محمد عدنان، تمريرة لا وليد، والكرة العرضية حسام جاد الله، والكرة المشتركة مع محمد حميد، وبطاقة صفراء على حسام جاد الله بعد دخول قوي ومتهور على الحارس محمد حميد. وهنا أحمد كاظم يتوجه بالبطاقة الصفراء بعد اللقطة المشتركة، لكن كرة وهجمة منظمة جدا بالنسبة لفريق النفط، لكن حسام جاد الله طالت الكرة عليه، ومن ثم دخول قوي كان على محمد حميد. بالسلامة لمحمد حميد حارس مرمى. شاهد تمريرة جميلة من وليد إلى حسام جاد الله، لكن الاستلام نصف الخطورة في هكذا كرات، في هكذا لحظات، وحسام جاد الله شاهد دخول قوي جدا على قدم الحارس محمد حميد. نعم دخول قوي. هل هناك عودة للفار؟ يعني شاهد الألم الواضح على محمد حميد بعد الدخول المتهور من حسام جاد الله، لاعب الخبرة حسام جاد الله. هذا البطاقة الصفراء، 3 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الأول. بالسلامة لمحمد حميد، وأحمد كاظم يطلب من حسام جاد الله أن يهدئ. عادل نعمة وستار ياسين صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن. شاهد تصويبة محمد عدنان دوحي، استلم وصوب، ومحمد حميد بعد الكرة، لكن متابعة ممتازة من ستار ياسين الذي نجح بوضع الكرة في شباك محمد حميد، في شباك فريق القرمة. القرمة طبعا هذه المدينة التي كانت تابعة لقضاء الفلوجة. شاهد تصويبة قوية كان محمد عدنان، ومحمد حميد أبعد الكرة إلى الجانب، لكن من سوء حظه كانت هناك متابعة من قبل اللاعب ستار ياسين. جماهير القرمة ما زالت تؤازر الفريق. نعم هناك التأكد هل فيها طبعا هل اللقطة تستوجب البطاقة الحمراء أم يكتفي أحمد كاظم بالبطاقة الصفراء؟ العلوان يسأله هل هناك عودة للفار يا سيد الحكم أم ماذا؟ لغاية الآن أحمد كاظم يتكلم. قوي كان. نعم من حمد الله. نعم كان هناك نوع من التهور
من حسام جاد الله على طبعا على الحارس محمد حميد. واحمد كاظم لغايه الان اكيد يريد الاطمئنان على سلامه الحارس محمد حميد. هذا احمد خلف، وبجانب احد طبعا الكوادر التدريبيه من الجنسيه لاحد اعضاء الكادر التدريبي بالنسبه لفريق القرمه من الجنسيه الارجنتينيه. هل يعود الى الفار بنفسه؟ نعم يعود الى الفار، يعود الى الفار. احمد كاظم ووليد كريم يتكلم مع احمد كاظم. يعود ما زال محمد حميد يتلقى الاسعافات الاوليه، ما زال الكادر الطبي يسعف محمد حميد. نشاهد اللقطه والدخول من قبل حسام جاد الله. دخول قوي جدا، دخول قوي جدا من حسام جاد الله، لكن مثل ما ذكرت يعني هذه الحالات هي حالات تقديريه بالنسبه لحكم اللقاء، لكن نعم الدخول موجود، التهور موجود في هذه اللقطه بالنسبه لحسام جاد الله، لكن يبقى الحكم احمد كاظم هو الذي سوف ياخذ القرار. نعم الدخول موجود على القدم وايضا التهور موجود، تبقى هي لقطات تقديريه وحالات يبقى هو الحكم يعني صاحب القرار الاول والاخير. لكن دخول قوي جدا بالسلامه لمحمد حميد. اتمنى ان لا يكون هناك كسر او اصابه على مستوى الركبه. يعني شاهد يا الله يا الله، يعني لقطه مؤلمه جدا لمحمد حميد، مؤلمه جدا لمحمد حميد، ودخول متهور من حسام جاد الله. ولغايه الان يعني احمد كاظم ينظر الى اللقطه من اكثر من زاويه. ما زال احمد كاظم ما هو قرارك يا احمد كاظم حكمنا الدولي حول هذه اللقطه؟ لغايه الان المباراه متوقفه تقريبا 6 دقائق، 6 دقائق المباراه متوقفه منذ الدقيقه 46 ولغايه الان نصل الى الدقيقه 7 من الوقت المضاف والمباراه متوقفه من اجل هذه اللقطه. احمد كاظم الان يعود الى الملعب. ما هو القرار ويطلب يعني يطلب الحكم الرابع وايضا الحكم احمد كاظم عوده الكادر التدريبي وايضا الكابتن مصطفى كريم. هناك بطاقه صفراء على مصطفى كريم المستشار الفني للكادر التدريبي لنادي القرمه. الهدوء يا شباب، الهدوء يا شباب بالنسبه للاعبين الكادر التدريبي. وماذا هناك؟ تلغى البطاقة الصفراء وبالتالي بطاقة حمراء مباشرة. بطاقة حمراء على حسام جاد الله، بطاقة حمراء وحسام جاد الله يستقبلها بروح رياضية كبيرة جدا. نعم شاهد الحسرة، شاهد ردة الفعل. لا دموعك غالية يا حسام يا جاد الله، لكن خلاص أنت رجل يا حسام، لا داعي للبكاء. أنت طبعا ليس أنت أول واحد تطرد ولا آخر واحد، لكن صعب جدا أن نشاهد رجل وخاصة يعني حسام جاد الله من اللاعبين أصحاب الشخصيات القوية أن تذرف الدموع. لا صعبة جدا، لكن خلاص أنت دخلت متهور وبالتالي الحكم وجدها بطاقة حمراء مستحقة على حسام جاد الله، وبالتالي فريق النفط سوف يلعب منقوص العدد لشوط طبعا لشوط كامل. مع كم دقيقة سوف تضاف يعني لغاية الآن شاهد حسام جاد الله والدموع. لا يا حسام نعم أكيد أحاسيس مشاعر، وبالتالي صعب جدا. الكل يهدأ أكيد. يعني هذا الحرص يعني القادم من نادي الزوراء يلعب ماكنزي إلى أبو حشيش ركلة جزاء
ركلة جزاء، ومحمد سادات واحمد خالد يتكلمان مع الحكم، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب الجولان. نعم، اي كرة، وابو حشيش الذي استلم كرة جميلة من ماكنزي ولعب الكرة على ما يبدو. هناك لمسة يد، هناك لمسة يد. هل هناك عودة للفار؟ استلم ابو حشيش، لعبها ابو حشيش، والكرة بيد انجي جويل، وكانت اليد لا 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 اليد مرفوعة، اليد مرفوعة، والوضع التشريحي غير طبيعي بالمرة لليد انجي جويل. نعم نعم اليد مرفوعة، اليد مرفوعة، وبالتالي لمسة يد واضحة وفيها تعمد، فيها تعمد من الكاميروني انجي جويل. هل هناك عودة للفار؟ وابو حشيش وعمر عمروش. نعم اليد كانت مرفوعة، اليد كانت مرفوعة من انجي جويل، وبالتالي يعني حالة التعمد موجودة في هذا اللقطة. نتكلم عن الوضع التشريحي لليد تكون ملتصقة مع الجسم أو قريبة على الجسم، لكن في هذا اللقطة يعني اليد مرفوعة تماما. نعم اليد مرفوعة تماما، وبالتالي يعني من وجهة نظر شخصية بأنها ركلة جزاء، بأنها ركلة جزاء. وأيضا الحكم الدول أحمد كاظم لم يتوانى بإطلاق صافرته والإشارة إلى علامة الجزاء. أحمد كاظم يتكلم مع اللاعبين والهدوء، وأيضا يتكلم مع الفار، يتكلم مع الفار. هل هناك؟ نعم يتأكد الآن، يتأكد من حالة الأوفسايد. هل كان محمد أبو حشيش هل كان متسللا في هذه اللقطة؟ هل كان متسللا في الكرة؟ الكل تنتظر، الكل تترقب. نعم اللقطة هي لقطة، هناك لقطة فيها هل كان فيها تسلل على محمد أبو حشيش، وأيضا ركلة الجزاء على ما يبدو الآن التأكد من هل هناك تسلل أو كان في موقف سليم. نعم لقطة مركبة، لقطة مركبة، الكل تنتظر، الكل تترقب. سامهين وأيضا أنجي جويل وبقية اللاعبين. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ هل سوف تذهب إلى الفار أم ماذا؟ هل هناك راية وتسلل أم ماذا؟ ماذا هناك؟ يعني اليوم الفار يعني يتأخر نوعا ما عند العودة إلى الفار، لا وجود للتسلل، وبالتالي ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق القرمة. الآن القرمة من أجل التعديل في الدقائق الأخيرة، في الدقائق الأخيرة، في الدقائق الأخيرة. أتكلم عن 10 دقائق أخيرة وأقل من 10 دقائق. علي علوان من أجل هدفه الأول في دوري نجوم العراق. حسين علي جولي يحاول التأثير على الأردني. جولي هل يتألق أم علي علوان يبصم بصمته الأولى في دوري نجوم العراق؟ المهاجم الأردني النشمي مع الصقور من أجل التعديل، أم هناك كلام آخر لجولي؟ علي علوان من أجل التعادل، وجولي من أجل الحفاظ على نظافة الشباك. علي علوان جول، جول للقرمة عن طريق الأردني. علي علوان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 82. الدقيقة 82 تعلن التعديل لمصلحة صقور الغربية، لمصلحة القرماوي الذي نعم خلفه آلاف مؤلفة من الجماهير هنا في ملعب هذا اللقاء وخلف الشاشات. علي علوان. نعم هذه اللقطة، هذه اللقطة هل كان متسلل أم لا؟ لم يكن متسلل، لم يكن متسلل. أنجي جويل كان مغطي، وأنجي جويل يتسبب بالمحظور. نعم رفع اليد بصورة واضحة، وعلوان يترجم هذه الركلة إلى هدف التعادل وهدفه الأول في دوري نجوم العراق. نعم مع صقور الغربية.
مع فريق القرمة. التعادل الآن، هل هناك ريمونتادا أم يبقى تعادل ويكون التعادل الأول في دورينا؟ أربيل يتقدم على الميناء ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وخلاص 90 دقيقة انتهت. نلعب في الوقت الضائع بالنسبة لفريق لمباراة الميناء وأربيل. القرمة هل يعود من بعيد؟ هل يعود من بعيد ويعمل الريمونتادا، يعمل الكومباك، يعمل بعودة ويتقدم على فريق النفط. هنا التمريرة، عمروش يحاول، عمروش تمريرة لعمروش، أمور فيصل عمل كرة. هذا اللقاء لكن كم سوف يضيف كوقت مضاف على احداث الشوط الثاني. قطعت الكرة، عادت لأموري، أموري يحاول، أموري تمريرة نقل جهة اليسار، أبو حشيش يلعب الكرة العالية، هنا الإبعاد من جولي، يا الله علي علوان، علي علوان يعلن عن هدف ثاني في الدقيقة 89. ثنائية الأردني تمنح التقدم على فريق النفط. قلت لكم أنكم سوف تندمون بعد ضياع الكرة من وليد كريم، وكرة أخرى كانت من محمد عدنان من قبل ستان ياسين. قلت لكم أيها النفط سوف تندمون على هذه الكرة. والآن علي علوان وبقية لاعبي فريق القرمة يقلبون الطاولة على فريق النفط بعد خطأ دفاعي، ومن قبل حارس المرمى. خطأ دفاعي وحارس المرمى ما بين سيف كريم وحسين علي جولي. يستغل علي علوان الذي كان بالموعد ويضع كرة الهدف الثاني ليتقدم فريق القرمة على فريق النفط بهدفين مقابل هدف واحد. أي عودة، أي ريمونتادا قرماوية، عودة كبيرة. هدف التعادل أتى في الدقيقة 82، والآن الهدف الثاني يأتي في الدقيقة 89. ليلة أردنية بامتياز هنا في ملعب الجولان، هنا في قضاء الفلوجة. وشاهد فرحة اللاعبين وفرحة الجماهير، أكيد فرحة كبيرة، فرحة كبيرة أجبرت بعض المشجعين على الفرحة بطريقة انفعالية كبيرة. علي علوان يسجل الهدف الثاني، ثنائية الأردني، أول ثنائية للاعب علي علوان هنا في دوري نجوم العراق. كم سوف يضيف؟ 7 دقائق، 7 دقائق. هل تكون هناك عودة للنفط؟ هل تكون هناك عودة للنفط؟ ذكرت لكم سوف تندمون يا فريق النفط على ضاعت هذه الكرة، والآن أنتم الآن خاسرين في المباراة، متأخرين بالنتيجة. هل هناك عودة لفريق النفط أم هناك هدف ثالث؟ علي علوان من أجل الهاتريك، من أجل الثلاثية، مر علي علوان، مرر الكرة باتجاه أموري، لكن سيف كريم موجود في التغطية، عادت إلى أموري، أموري فيصل. البدلاء عملوا الأفضلية، عملوا الأفضلية بالنسبة لفريق القرمة.